السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للقناة واشتراك عشان يوصلك كل جديد. نبدأ قصة النهاردة ونقول بسم الله. سمعت قبل كده عن بيت عزام؟ لو ما سمعتش يبقى أنت محظوظ. أنا أحمد سلطان، شغال صحفي، وسافرت على بلد ريفية عشان أعمل تقرير عن مستشفى ولعت في البلد، وكل الجيران بيقولوا إن في حاجة غريبة بتحصل جوه المستشفى. وصلت البلد ورحت على المستشفى ووقفت قدامها. اللي يشوفها من بره يقول دي مستشفى طبيعية ومفيش فيها حاجة. عشان كده رحت على كشك قريب منها عشان أسأل عن اللي حصل. كان في راجل كبير واقف في الكشك. رميت عليه السلام وقلت له أنا صحفي وكنت عايز أعرف منك إيه اللي حصل في المستشفى دي. يعني في ناس بيقولوا إن فيها عفاريت وحاجات مش طبيعية بتحصل من ساعة الحريق. الراجل شاور لي عشان أدخله الكشك ودخلت له وقعدت وقال لي بص يا ابني، سيبك من كلام الناس. كلام الناس لا بيودي ولا بيجيب. الشهادة لله، أنا بقالي سنين في البلد دي وكنت موجود لما المستشفى اتحرقت، بس ما شفتش عفاريت والكلام ده. سمعت إنها بقت مسكونة، ده لأنها ولعت وفي ناس كتير ماتت جوه. الشيء الوحيد اللي مش فاهمه إن المستشفى من بره زي ما أنت شايف كده مفيش عليها أي أثر للحريق، إنما من جوه بقى لو شفتها تقول دي دخلت جهنم. الراجل خلص كلامه وشكرته وقمت مشيت وقفت قدام المستشفى، وبصراحة بفكر أدخلها عشان أشوف بنفسي. وبعد تفكير قررت أدخل. قربت من الباب الرئيسي اللي كان متهالك جدا وفيه فتحة كبيرة ممكن أدخل منها. دخلت، وبما إن النهار لسه موجود فكنت شايف كويس. المكان فعلا من جوه متفحم. فضلت أتمشى في المكان وما كانش فيه حاجة غريبة. طلعت الدور الأول ودخلت الغرفة. غرفة من ضمن الغرف اللي في الدور الأول. أول ما دخلت لقيت كلمة مكتوبة على الحيطة بلون أحمر. كان مكتوب عزام. خرجت من الأوضة ودورت في المستشفى كلها وما كانش فيه حاجة غريبة. عشان كده خرجت من المكان، بس ما كنتش عارف أروح فين. أنا مطلوب مني أكتب تقرير عن اللي بيحصل في المستشفى، ولحد دلوقتي معرفش أي حاجة. فواضح إني أقعد هنا كام يوم. بس هقعد فين؟ مشيت ناحية الكشك اللي سألته من شوية وقربت من الراجل اللي كان جوه الكشك وقلت له معلش يا عمي، أنا عارف إني بتقل عليك، بس كنت عايز أسألك لو في فندق قريب من هنا، لأن مفيش مكان أبات فيه. الراجل فضل يفكر شوية وبعدها قال لي طب استنى. قفل الكشك وخدني معاه وفضلنا ماشيين حوالي ربع ساعة. وصلنا قدام بيت كان شكله كبير كبير من بره، وقلت له ايه ده؟ انا بقول لك فندق، يعني يكون على قد الايد شوية. ابتسم وقال لي يا استاذ مفيش فنادق في البلد دي، البيت ده بتاع واحد معرفة، يعني ما تقلقش مش هياخد منك فلوس كتير. اقعد زي ما تحب، ووقت ما تيجي تمشي عد عليا يا عم وادفع اللي تدفعه. والله مش عارف اقول لك ايه يا عم. هو صحيح اسمك ايه؟ عمك جابر. ما قدرتش امسك نفسي، افتكرت اني سمعت غلط. قلت له معلش ممكن الاسم تاني؟ اسمي جابر. اسمي جابر. ماشي يا عم جابر، عشت الاسامي. وانا اسمي احمد. دخلنا البيت واداني المفتاح ورقم تليفونه واديته 500 جنيه تحت الحساب لحد ما شفت هقعد كام يوم.
البيت كبير جدا وحلو، بصراحة كان مكركب شوية، بس قلت مش مشكلة، أنا كده كده هقعد كام يوم وهمشي. دخلت أوضة عشان أرتاح، ولقيت دولاب قدامي، فتحته. كان فيه جلاليب كتير. عارف إنه ما ينفعش، بس أنا مش معايا هدوم، وكان لازم أغير هدومي. خدت جلابية لبستها، وحطيت هدومي في الغسالة. دخلت نمت شوية، وقلت شوية وهنزل ألف في البلد عشان أخلص من الموضوع ده. حطيت الموبايل جنبي ونمت شوية، وصحيت. صحيت على صوت خبط على باب البيت. قمت وخرجت من الأوضة وفتحت باب البيت، بس ما كانش فيه حد. قفلت الباب، بس لقيت الخبط رجع تاني. بس ايه ده؟ الخبط كان جاي من جوه البيت، مش من بره. فضلت ماشي في اتجاه الصوت لحد ما وصلت عند أوضة كان محطوط عليها قفل. هو في حد جوه؟ فضلت انده، ولكن محدش بيرد. بس في ثواني صوت الخبط وقف. رجعت تاني الأوضة، وقلت يمكن بيتهيألي. من تعب السفر نمت نوم عميق، لدرجة إن صحيت تاني يوم. لبست هدومي وخرجت من البيت، وبدأت أسأل الناس عن اللي حصل في المستشفى. وكل كلامهم كان واحد: إن في يوم المستشفى ولعت، ومحدش عارف سبب الحريق. واليوم ده مات فيه ناس كتير جوه المستشفى. وبعدها المستشفى اتقفلت. بقالها دلوقتي شهر ونص، وفي كذا حد من الجيران بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت صريخ خارج من المستشفى. وناس تانية بتقول إنهم بيشوفوا خيالات لناس بتتحرك جوه المستشفى بالليل. بعد لف طويل اليوم ما قدرتش أجمع معلومات كافية. قلت خلاص، أنا هكتب تقرير على حسب كلام الناس وخلاص. ما أنا مش مخاوي يعني، عشان أعرف إيه سبب الحريق. خصوصا إن البحث الجنائي قال إن ممكن يكون حصل ماس كهربائي. رجعت البيت وقلت الصبح همشي، لأن الوقت متأخر. قعدت على السرير واتصلت بخطيبتي. فضلنا نهزر ونضحك، لكن وسط المكالمة لقيت صوت خطيبتي اتغير. كأني قفلت المكالمة واتصلت بحد تاني. كان صوت تخين كده، كأنه راجل كبير. ما فهمتش من كلامه غير جملة واحدة بس: عزام. ايه ده نفس الاسم اللي شفته في المستشفى. المكالمة فصلت. حاولت اتصل بخطيبتي تاني، لكن الشبكة وقعت. وفجأة سمعت صوت الخبط اللي سمعته امبارح. خرجت من الأوضة واتجهت لنفس الأوضة اللي كان الصوت جاي منها. كان في صوت حد بيعيط جوه، وغالبا كان صوت بنت. قلت انا هكسر القفل، يمكن في حد محبوس جوه. جبت شاكوش وكسرت القفل، ودخلت نورت كشاف الموبايل لان الاوضه ضلمه. ودخلت لقيت بنت قاعده جوه، قاعده على سرير ومدياني ظهرها. انت مين؟ انت كويسه؟ كنت عمال اكلمها وهي ولا هنا. قربت منها وشويه، ويا ريتني ما قربت. البنت لفت وشها. ما كنتش محتاج تفكير عشان اعرف ان دي مش بني ادمه. قربت مني، وانا حسيت اني اتجمدت مكاني. اتكلمت وقالت: هو السبب، حتى لو واحد غلط، بس ده مش معناه ان الكل يدفع الثمن. دكتور علي الصافي. البنت قالت الكلام ده واختفت. خرجت من الأوضة بسرعة وطلعت من البيت كله. بس معناه ايه اللي قالته ده؟ واضح كده ان الموضوع فيه عفاريت، وانا ماليش في السكة دي. انا هاخد بعضي وامشي، ماليش دعوة بحاجة. رحت على الكشك بتاع عم جابر اللي جاب لي البيت ده عشان ابلغه اني ماشي.
وصلت الكشك بس ما كانش موجود، كان واقف بداله شاب صغير. سلمت عليه وقلت له: هو فين عم جابر؟ ابويا تعبان شويه وراقد في البيت. سلامته ماله؟ اصل هو كان مأجر لي بيت هنا وكنت جاي ابلغه اني ماشي. هو للاسف مش هيعرف يجي عشان اختي بعافيه شويه. انت مش قلت لي ان هو اللي تعبان؟ الشاب كان متلخبط كده كانه مخبي حاجه. قلت ماليش دعوه، انا كده كده ماشي. بس قبل ما امشي قلت له: هو في واحد كان شغال في المستشفى اسمه الدكتور علي صافي؟ لما قلت له كده اتصدم، كأني فكرته بحاجة مش عايز يفتكرها. رد عليا وقال لي: معرفش يا أستاذ. طب معلش، سؤال بس، تعرف واحد اسمه عزام؟ أول ما قلت له عزام اتخض جدا واتصدم. اتصدم أكتر لما قلت له عزام، بس ما خدش وقت كتير وقال لي: الله يجحمه، هو السبب في المصيبة اللي احنا فيها دي. قلت بس هو ده اللي هيعرفني كل حاجة. دخلت له جوه، طلعت 200 جنيه وقلت له: بص، أنا صحفي وبكتب تقرير عن المستشفى، عايز أعرف مين هو عزام والدكتور علي الصافي، وأكيد لهم علاقة باللي حصل في المستشفى. خد مني الفلوس وقال لي: ماشي يا أستاذ، بس مش أنا اللي هحكي لك، تعالى معايا. قفل الكشك ومشينا ورحنا بيت. كان بيت عم جابر. دخلنا وقابلت عم جابر واتضح إن بنته فعلا تعبانة، بس مش تعب عادي، بنته كانت ملبوسة. عم جابر اتضايق جدا إني جيت له وقال لي: انت مش سبت البيت؟ امشي بقى. بس ابنه رد عليه وقال له: يابا ده صحفي، ويمكن لما يعرف الحقيقة وينشرها والناس كلها تعرف الحقيقة أخته تخف. عم جابر فضل يفكر شوية وقال لي: اقعد. قعدت وبدأ يحكي: بص يا أستاذ، بص يا أستاذ أحمد، عزام ده يبقى أخويا. من حوالي شهرين بنته كانت تعبانة جدا، لفينا بيها على كل الدكاترة لحد ما قالوا إنها لازم تعمل عملية. عزام خد بنته وطلع على المستشفى عشان يعملوا العملية، بس للأسف العملية ما نجحتش، أو بمعنى أصح الدكتور اللي عمل العملية كان هو السبب. خطأ ما كانش مقصود، هو اللي تسبب في موت بنت أخويا. عزام اتقهر على البنت والانتقام كان مالي قلبه لحد ما قرر ينتقم منهم كلهم. جالي وقال لي: لازم ناخد طار البنت. قلت له: يا أخويا طار إيه؟ البنت ماتت وهي بتعمل عملية، يعني اللي حصل ما كانش مقصود. طلع من عندي وبعد يومين صحينا على المستشفى والنار ماسكة فيها من كل ناحية. جريت على عزام عشان أعرف هو اللي عمل كده ولا لأ، لكن للأسف لما وصلت البيت لقيت عزام شانق نفسه وميت. بس ما كنتش محتاج تفكير عشان أعرف إنه أكيد هو اللي عمل كده. بس اللي هيجنني هو عمل كده إزاي؟ النار ما كانتش طبيعية، ومش معقول واحد بس يقدر يعمل كده لوحده. عزام اتدفن، وبعدها بكام يوم بنتي تعبت، وديتها لشيوخ كتير وقالوا إن في جواها روح مش مرتاحة وعايزة توصل رسالة عشان ترتاح. وبس يا ابني، هي دي كل الحكاية. يمكن لما انت تنشرها بنتي تخف فعلا. وعلى فكرة البيت اللي انت كنت قاعد فيه ده بيت اخويا عزام. كنت مستغرب ومش فاهم حاجة، لحد هنا مفيش حاجة تقول ان اللي عمل كده يبقى عزام. قلت له: ممكن بنتك، ممكن اشوف بنتك؟ خدني ودخلنا اوضه واتصدمت لما لقيت ان نفس البنت دي تبقى البنت اللي ظهرت لي في بيت عزام. كانوا رابطينها في السرير. قربت منها واول ما شافتني ابتسمت وقالت:
خليه يخرج بره عشان اتكلم. عم جابر طلع بره وانا قربت منها وانا خايف وقلت لها او خرج بره ممكن بقى افهم. اتكلمت بصوت ما يقولش ان ده صوت بنت، وقالت: عزام هو اللي حرق المستشفى، بس علي الصافي قدر يهرب بعدها عزام انتحر وهو فاكر انه خد حق بنته من اللي قتلها. انا عزيزة، عارفة انك متعرفنيش، انا كنت مريضة في المستشفى والنار مسكت فيا زي ما مسكت في الناس كتير، ومش هرتاح الا لما يموت المقصود. كنت عارفة ان انت الوحيد اللي هتكشف الحقيقة، واظن انت كده عرفت الحقيقة كاملة. ارجع مكان ما جيت وانشر اللي حصل عشان كل الناس تعرف الحقيقة، وبعدها هستناك تاني، لان الحكاية مش هتخلص الا بموت علي الصافي. امشي يا احمد، وهستناك بعد 13 يوم وانت عارف فين بيت عزام. رجعت القاهرة وكتبت التقرير اللي كان شبه قصة رعب، والغريبة إن بعد أسبوع قريت على السوشيال ميديا انتحار الدكتور علي الصافي في منزله. افتكرت إن الحكاية خلاص انتهت، لكن بعد 12 يوم لقيت رسالة جاتلي على الموبايل مكتوب فيها: المقابلة قربت، الميعاد بعد 24 ساعة، المكان بيت عزام، ولو المقابلة ما تمتش يبقى فتحت أبواب العذاب على نفسك. سلام. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة، ولو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.